مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. أهلا بكم. في هذا التحليل نلقي نظرة معمقة على التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد المغربي، حيث أصبحت الصادرات الصناعية وبشكل واضح هي المحرك الرئيسي للنمو. سنستعرض بالأرقام والبيانات الرسمية أبعاد هذا التحول الاستراتيجي، ونبحث في أسبابه وتطلعاته المستقبلية. لنبدأ بالرقم الأبرز. أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية تكشف أن السلع الصناعية تشكل الآن 87% من إجمالي صادرات البلاد. هذا الرقم لا يوضح فقط حجم القطاع، بل يؤكد أن المغرب تحول بالفعل إلى اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الصناعة في تحقيق عوائده الخارجية. ولوضع هذه النسبة في سياقها العالمي، فإنها تضع المغرب في موقع متقدم جدا. في الواقع هي ثاني أعلى نسبة في العالم لاعتماد الصادرات على الصناعة مباشرة بعد كوريا الجنوبية، وهذا يعني أن المغرب يتجاوز في هذا المؤشر اقتصادات صناعية كبرى مثل فيتنام وألمانيا. إذن ما الذي يقف خلف هذا التحول؟ دعونا الآن ننتقل إلى المؤشرات الرئيسية والأرقام التي توضح قوة الدفع في القطاعات الصناعية الرائدة. بين عامي 2021 و2026 بلغ الحجم التراكمي للصادرات الصناعية رقما ضخما، وهو 1700 مليار درهم مغربي. هذا الرقم القياسي يؤكد على الدور المحوري الذي بات يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني، وحجم الإنتاج الصناعي الهائل الموجه بالكامل تقريبا للأسواق الخارجية. والنمو لم يكن في الحجم فقط، بل في الوتيرة أيضا، فقد تسارعت وتيرة نمو الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ جدا، حيث سجلت متوسطا سنويا بلغ 10% بين عامي 2021 و2025، هذا بالمقارنة مع 7% في الفترة التي سبقتها، مما يدل على وجود زخم متزايد وقوي. هناك قطاعان استراتيجيان يتصدران هذا الأداء اللافت. الأول هو قطاع السيارات الذي حقق إنجازا بتصدير 2,000,000 سيارة خلال 4 سنوات فقط، والثاني هو قطاع الطيران الذي شهد قفزة هائلة فعلا، حيث تضاعفت صادراته 18 في غضون 5 سنوات. حسنا، هذا المشهد الصناعي المتطور لم يأتي من فراغ، بل هو تتويج لمسار تحول استراتيجي طويل امتد لعقود، نقل الاقتصاد من الاعتماد على الموارد الأولية إلى عالم التصنيع المتقدم. إذا عدنا بالزمن إلى السبعينيات، كان الفوسفات يهيمن على الصادرات بنسبة تصل إلى 50%. في التسعينيات أخذ قطاع النسيج والملابس الصدارة بنحو 30%، وبحلول عام 2010 بدأ نجم قطاع السيارات يصدع، ليشكل اليوم مع قطاع الطيران أكثر من 40% من إجمالي الصادرات. المنطق الاستراتيجي خلف هذا التحول كان واضحا جدا. كان الهدف هو الانتقال من صناعات مثل النسيج التي أصبحت شديدة التأثر بالمنافسة من أسواق العمالة منخفضة التكلفة، إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى. صناعات مثل السيارات والطيران تستفيد من المزايا التنافسية الحقيقية للمغرب، العمالة الماهرة، البنية التحتية الحديثة، والأهم من ذلك كله القرب الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية. وبالنظر إلى المستقبل، وضع المغرب استراتيجية صناعية طموحة، الهدف منها ليس فقط ترسيخ مكانته كقوة إقليمية، بل كفاعل مهم ومؤثر في سلاسل القيمة العالمية. الأهداف المستقبلية ترتكز بشكل أساسي على تطوير الصناعات الثقيلة والتوسع بقوة في مجال السيارات الكهربائية، والأهم توطين صناعة بطارياتها محلياً. كل هذا مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ لتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف اللوجستية. يبقى الهدف النهائي واضحاً: ترسيخ مكانة المغرب كأبرز مصنع للسيارات والطيران على المستوى الإفريقي، وهذا بالطبع يأتي في ظل منافسة متنامية من لاعبين إقليميين رئيسيين مثل جنوب إفريقيا ومصر. وهنا نصل إلى السؤال الجوهري: هل سيتمكن المغرب من الحفاظ على هذا الزخم الصناعي المتسارع ليحول طموحه إلى حقيقة ويصبح بالفعل مركزاً صناعياً عالمياً مؤثراً؟ الإجابة على هذا السؤال ستكشفها لنا السنوات القادمة. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.